ازيكم يا حلوين؟ انا ساره من قناه عالم ساره. لو انت اول مره بتشوفيني انزلي دلوقتي اشتركي في القناه وفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله. النهارده هعمل معاكم طريقه الغريبه. انا محتاجه 250 جرام سمنه، يعني حوالي كوبايتين وربع. اهم حاجه ان السمنه تكون متجمده او كانت في التلاجة. انا كمان حطيتها في الفريزر قبل ما استخدمها ب10 دقايق لان الجو الايام دي حر جدا. وهستخدم 200 جرام سكر، يعني حوالي كوبايتين سكر بودرة. وهضرب السمنة مع السكر لحد ما اوصل لقوام كده كريمي وهش. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان السمنة تكون بايتة في التلاجة قبل ما نستخدمها بيوم، يكون افضل. انا هضربها كده لحد ما اوصل للقوام الكريمي اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. هو ده القوام بالظبط اللي انا عايزة اوصله. هبدأ اضيف معايا 500 جرام دقيق، يعني حوالي 4 كوبايات ونص. بس انا هضيفهم تدريجيا علشان لو انا مش محتاجة اخد الكمية كلها. نخلي بالنا لان كل نوع دي بيختلف عن النوع التاني، علشان كده لازم نحط حبة. انا مش هضرب فيها قوي، انا يدوب بس هلم المكونات مع بعض. طبعا انا مستخدمة دقيق لكافة الاغراض. انا هضيف الدقيق بتاعي لحد ما اوصل لقوام انا مش هقدر اضربه بالمضرب الكهربائي. وهبدأ ان انا اخلط الكمية اللي هتتبقى معايا بايدي. طبعا لو عندكم عجان هيكون افضل. انا هنا كنت وصلت لمرحله ان انا مش المضرب الكهربائي بتاعي مش هيقدر يضرب الخليط تاني. هضيف اخر كميه من الدقيق وهلم المكونات الباقيه بايدي. اهم حاجه ان احنا نخلط المكونات كويس قوي وندخل السمنه مع الدقيق كويس علشان العجينه تطلع مظبوطه معايا. انا حبيت في الوصفه دي ان انا استخدم الجرامات علشان الغريبه تطلع مظبوطه. انا هجمع المكونات كلها مع بعض لحد ما اوصل للقوام الناعم ده. هاخد منها كوره وهحط كده صباعي، لو محصلش اي تشققات او اي حاجه يبقى كده العجينه بتاعتي مظبوطه، مش محتاجه اي حاجه. هحطها في التلاجة عقبال ما اجهز الصينيه اللي انا هحط فيها الغرايب. دلوقتي انا لو ما عندكيش ميزان تقدري بالنظر كده ان انت تعملي مقاسات قريبه من بعض. انا عملت 15 جرام للحبه علشان كله يبقى ياخد نفس السوا. انا حطيت لها فول سوداني، عملت شويه بالفول السوداني وشويه ساده. طبعا بنضغط ضغطه بسيطه قوي، مش بنضغط جامد. وبنسيب مسافات بس مش مسافات كبيره قوي، يعني هي مش هتفرش معانا. انا هخلص الكميه كلها وهحطها في التلاجة عقبال ما افتح الفرن. انا هسيبها في الفرن يعني من 5 ل10 دقايق، طبعا كل واحد على حسب الفرن بتاعه. انا خدت معايا بالظبط 7 دقايق. هتطلع هسيبها تبرد تماما. هعرف منين ان هي استوت؟ ههز الصينيه هلاقيها بتتحرك، يبقى هي كده استوت. مش هلمسها خالص لحد ما تبرد، هي كده لسه خارجه عندي من الفرن. هسيبها تماما لحد ما تبرد، مش هلمسها ابدا لان هي بتبصم بسهوله وبتبقى ناعمه جدا فممكن تدوب. دلوقتي انا سبتها براحتها خالص لحد تاني يوم. ده المفروض يبقى شكلها، هي ما بتاخدش اي لون خالص، جميله جدا ودايبه وناعمه ومقاديرها مظبوطه وطعمها بجد كان تحفه.
انا هسيبها زي ما قلت لكم، يعني كل ما نسيبها كل ما هيبقى افضل، لان احنا لو مسكناها وهي سخنه هتتفرفت معانا وهتبصم ويبقى شكلها وحش قوي. انا سبتها لحد تاني يوم وبعد كده قدمتها. سهله جدا، بس اهم حاجه ان احنا نعمل المقادير مظبوطه علشان تطلع معانا جميله كده. وما شاء الله عملت معايا كميه كبيره زي ما انتم شايفين. بس يا حلوين، هو ده كان شكلها النهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك. باي باي.